I miss you guys. كيف حالكم؟ مرة زمان عنكم، حسيت جبتكم واحدة واحدة كذا بخدودكم. يعني لو أحكي لكم إيش صار في حياتي في الفترة اللي فاتت ما راح تصدقوني. أحس إني مو بس إني قلبت صفحة جديدة، أحس إني غيرت الكتاب حرفيا، رميت هذاك الكتاب وجبت كتاب جديد. حسيت خصوصا بعد آخر فيديو نزلته لكم في قناتي اللي هو حق إنه احترمي نفسك وغيري حياتك. حسيت إني أنا لازم أعمل بنصايحي، يعني مو إنه اقول لك انه بس غيري حياتك في انك ناس تحترمك او تحطي اولويات او مدري مين. حسيت انه كنت في مكان اصلا في حياتي ما يشبهني ولا مكان انا قادره انمو فيه، يعني سويت خطه حرفيا انه كيف انا اقدر اغير حياتي. وزي ما تعرفوا انتوا، انا دائما احب اشارككم الاشياء اللي تساعدني انا والاشياء اللي تطورت من حياتي انا، عشان ابغى انه كلنا نمشي لقدام سوا. يعني انا هدفي انه انا اقدر اساعد ان شاء الله واحده فيكم انها تتغير وتصير افضل وتحب حياتها، وهي تروح تساعد احد ثاني او هو يروح يساعد احد ثاني برضو يحس باحساس افضل ويحب حياته ويغير حياته، انه بعد ما يشوف هذا الفيديو يقول انه انا استاهل اكثر من كذا. عرفت كيف؟ انه انا استاهل اني انا اعيش مبسوط، انا استاهل انه انا اكون في المكان اللي انا حاببه في حياتي، وعشان كذا انا هحاول اني اشوف طرق وهحاول اني اساعد نفسي عشان اقدر اغير من واقعي او احسن من واقعي على الاقل. بس اول شيء قبل ما نبدا حابه اوضح لكم شيء مره بسيط، اللي هو انه غالبا الفيديوهات اللي في اليوتيوب او اليوتيوبرز اللي يسووا فيديوهات حقت اللي هو غيري حياتك في 6 شهور، سوي كذا في شهرين، حتى اللي يقولك انحف في 10 ايام، المهم اظن كلهم ترى في نفس الجهة، اللي هو انه هذا حل سحري وسريع راح تغير حياتك باسهل طريق. بس صراحة لو جينا للحق، كونك تغير حياتك انت كأنك قاعد مو بس تحارب مع الظروف ومع الاوضاع مع كل شيء، انت قاعد كمان تحارب مع نفسك، لانه احس انه كونك تغير في نفسك تلقائيا يغير كمان في حياتك. يعني كونك تجاهد نفسك هذا من اعظم ومن اصعب الاشياء اللي ممكن نسويها صراحة. فزي ما قلت لكم الشيء هذا مو سهل. انا صراحة شبهت هذه المرحلة كلها، مرحلة انك تغير حياتك وتشتغل على نفسك وتسوي تفعل، شبهتها بانه الواحد يبني بيت. يعني لما تبني بيت انت ما حتكون لابس، يعني انه لبسك ما حيكون نظيف، حتعرق، حتتعب. البيت حتى ما حيكون شكله حلو، حيكون تحس تراب ووسخ واسمنت، وعرفت كيف تحس في فوضى. بس انت في دماغك عندك صورة، عندك فكرة انه كيف هذا البيت حيكون بعدين، فعشان انت عارف النتيجة تحمل هذا التعب وتكمل بناء، وبعدين لما بيتك يخلص تكنس بيتك، تنظف بيتك، تمسحه، تستحمى وتقعد حلو طالع في البيت اللي انت بنيته. فانا احس نوعا ما هذا كان الاحساس اللي انا حسيت فيه الفترة الأخيرة. عشان ما اطول عليكم خلونا نبدا باول حاجه لازم نركز عليها، واول حاجه لازم نشتغل عليها لما نبدا في هذه الرحله، وهي اللي هو لازم نشتغل على فكرنا، لازم نشتغل على المنظور حقنا اللي احنا نشوف فيه الامور. زي ما قلت لكم هذا الشيء مو سهل، بس اي شيء اذا انتم حابين تغيروه مو سهل. احس حتى لو كنتي حتغيري مكان سريرك من هذا الجهه لهذه الجهه، لازم تقومي وتشيلي وتدفي وتعملي. مو سهل، بالذات لو حتغيروا حياتكم، لازم تغيروا روتينكم، معتقدات عندكم، نظرتكم للاشياء، حتكونوا قاعدين تجاهدوا نفسكم، وبالذات نفسكم الأمارة بالسوء. فهذا الشيء مو سهل، بس انتوا اللي تحددوا اذا هذا الشيء يستاهل او لا. اوكي؟ لانه لما كنت صغيره شويه كان عندي ايمان مره قوي، واحس اني نوعا ما اشتقت لهذا الشيء. تعرفوا احيانا تحس مع ان انت عندك يقين بانه الله كريم، بس مع الوقت حقنا وانه كل الناس تقول لك انت لازم تشتغل على نفسك، انت لازم تسوي اهدافك، وانت اللي تجيب وانت اللي تعمل، وانت تنسى انه هذه الاشياء برضو رزق. انا تكلمت عن هذا الموضوع في فيديو ان شاء الله راح ينزل بعد هذا الفيديو، بالذات موضوع الرزق هذا، لانه كان هذا اول ما انا استوعبت هذه الفكره. اوكي، في اشياء انت تجتهد عليها وانت ضروري انك تسعى، ضروري انك تمشي في الطريق، بس الاشياء العطايا اللي ممكن تجيك من هذا الطريق كلها رزق. حتى في اشياء انت ما تتعب عليها وتجيك، وهذا برضو رزق. ورغبة التغيير نفسها، رغبة انك انت تبى تتغير، رغبة ان انت تبى تشتغل على نفسك، انه انت تبى ان انت يكون عندك طموح، ان انت يكون عندك شغف، هذه برضو رزق. كونكم انتم الحين ضغطتوا على هذا الفيديو وفكرت انه اوكي انا بغير حياتي، انا بشوف انا ايش بسوي في حياتي، ابى اسوي ابى افعل، هذا برضو رزق. فاحس احيانا ان احنا ننسى هذه النعم وننسى هذه الارزاق، وبالذات لما احنا نشوف انه اغلب الناس نجاحاتها بنفس الشكل، لا شعوريا تفكر ان هذا الرزق الوحيد او هذا مصدر الطريقه الوحيده للرزق. بس في مليون طريقه، انه صحتنا، عافيتنا، اهلنا، كل هذه الاشياء رزق. اي طموح، اي هدف كان في قلبي كان نفسي اسويه، يعني اصلا فكره انه انت يجيك هذا الهدف ويجيك هذا الطموح، ربنا ما يعطيك اياه هذا الشيء عشان يكسر خاطرك.
ممكن ربنا يرزقكم ناس كويسين تجي في طريقكم، يمكن ربنا رزقكم انه مثلا هذا الفيديو طلع في طريقكم عشان يلهمكم، عشان whatever. فحطوا لايك، يعني انا غايبه مره من زمان على القناه، فشويه بوشت اوكي، ساعدوني. واذا انتم جداد كمان اشتركوا وانضموا لعالمنا الظريف اللطيف. فهذا واحده من اهم الاشياء اللي لازم نبدا فيها هذه الرحله. الحين نحن جينا لمرحله اللي هو يلا جيبوا ورق وقلم وخلونا نشتغل على هذا الموضوع. أول شيء تسووه إنكم تكتبوا أهدافكم، بس ما تكتبوها مثلا إنه لستة، إنه مثلا تكتبون 1 2 3، لا، اكتبوا أهدافكم. الهدف الأول في صفحة، الهدف الثاني في صفحة، الهدف الثالث في صفحة، أوكي؟ وما تكتبوا مثلا إنه هدف يكون مثلا هدف مفتوح، اللي هو مثلا غيري حياتك، حابه مثلا اني اشتغل، اني اسوي بزنس، اسوي whatever. هذه الاشياء تكتبوها ويكون شيء محدد، هدف محدد. حتى اذا انتم مثلا هدفكم انكم تسافروا اكثر، تكتبوا اقتراحات وين حابين تسافروا مثلا. وبعد ما تسووا هذا الشيء، بعد ما تكتبوا لكل هدف صفحه، تقدروا تفصلوا هذا الهدف. يعني بدل ما يكون هدف تقلبوه لخطه. انه مثلا انا كان عندي هدف اللي هو تقريبا الهدف من 2020 اللي هو اني حطلع رخصه، اوكي؟ ولاحظت اني انسى حرفيا اكتب هذا الشيء في بدايه السنه، ان انا حطلع رخصه وانشغل بالاشياء الثانيه وانسى تماما هذا الهدف، ومش عارفه اصلا من وين ابدا ومن وين انتهي، ومش عارفه اصلا ايش الاشياء المفروض اسويها عشان اطلع رخصه. فايش سويت؟ كتبت صفحه كامله اللي هو طلعي رخصه. فكتبت انه الاهداف بالضبط، مثلا انه الخطه الاولى اني مثلا اروح اسجل في مدرسه حقت السواقه، الخطه الثانيه انه اسوي اختبار حق النظري، الخطه الثالثه اني في عندنا هنا في السويد زي كورسين او كلاسين اجباريين لازم تروح تسووهم، فقلت انك تسوي الكلاس رقم 1، تسوي الكلاس رقم 2، اوكي، بعدين تسوي اختبار العملي. فانا قسمت انه 1 2 3 انه نقاط يعني، فيصير اسهل اني مثلا بدل ما انا اسوي تشيك للهدف الكبير اللي هو انه طلعي رخصه، اقدر اسوي تشيك انه سجلت في المدرسه، الهدف الثاني انه سويت هذا الشيء، سويت الشيء هذا، سويت هذا، حتى يحسك انه تتحفز وتحس انك انت مركز طول الوقت، ترجع لهذا الهدف وتسوي تشيك تسوي تشيك. فهذا الشيء مره ساعدني. كل هدف من اهدافي قسمته لاهداف صغيره، فمن هدف صار خطه. ليش هذا الشيء مهم؟ لما تكتبوا الهدف اكتبوا تحت خطه الاشياء اللي المفروض تسووها 1 2 3 4، عشان ترسموا الخط حق الرحله حقتكم، ويصير بدل ما انتم تركزوا على الهدف النهائي تركزوا على الرحله نفسها، لانه الرحله مختلفه تماما عن الهدف. فهذا شيء مره ضروري نستوعبه، ان اذا انت مثلا حابه انه مثلا تنحفي ويكون عندك جسم رشيق ومدري مين، هذا الهدف النهائي، بس الرحله نفسها تختلف تماما عن الهدف النهائي. بعد ما كتبتوا اهدافكم وخلصتوا من كل شيء، سووا حاجه صراحه انا زمان لما كنت اشوف يوتيوبرز او يعني ناس مره كثير يسووها I was like I don't know about that، اللي هو الفيجن بورد. فانا لما سويت هذا الشيء لا شعوريا، من انه بس هدف صرت اشوفه كشيء حقيقي، انه هذا الشيء انا اقدر اوصله ويقدر يصير عندي. فزبده الموضوع انكم تخلوا اهدافكم مرئيه، اوكي، انه شيء تقدروا تشوفوه. فانا على بدايه السنه صراحه زي ما قلت لكم كان اكتئاب الشتاء على اكتئاب كل شيء، فكنت يعني جدا 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 مستنزفه، وكنت يعني ما اقدر اني اروح واتعب واجيب لوحه واطبع صور واعلقهم مدري مين. فانا حسيت انه ايش الهدف انه انا افكاري او اهدافي تكون مرئيه. ايش سويت؟ حرفيا اذا تعرفوا تطبيق بنترست، هذا تطبيق مره حلو عشان تستلهموا منه افكار وذي الاشياء، يعني في كل شيء، ديكور على ستايلات، على اشياء مره كثير. فالشيء اللي انا سويته انه دخلت على هذا التطبيق وسويت زي اسمه بين، اوكي اتوقع بين، فسويت زي مجموعه او انه زي الالبوم، بس الالبوم كان خاص فيني انا، وكتبت عليه 2023 فيجن، اوكي، اللي هو رؤيه 2023، وحطيت في هذه المجموعه وهذا الالبوم صور واشياء تمثل الاشياء اللي انا ابغاها بسويها. فمثلا حتى اذا انا مثلا قلت اني ابى اسافر لهذا البلد لهذا المكان، كنت احط صور لهذا البلد. ابغى مثلا زي ما قلت لكم اطلع رخصه، فكنت احط صور لرخصات سواقه، او انه حتى صورتي انا حطيتها في رخصة حقت شخص ثاني وكتبت عليها اسمي كمان، عشان بس اني خلاص. والحمد لله بعدها باسبوع طلعت لي رخصة. فقول عني ما تقول it works. اذا انتوا تحسوا انكم ما تعرفوا البنترست، او انه مثلا ما عندكم هذا التطبيق، ما تعرفوا كيف يشتغل، لا تتعبوا نفسكم ولا تعقدوا الامور على نفسكم. الهدف الاساسي او الزبده انه نخلي افكارنا مرئيه. فالشيء اللي تقدروا تسووه كمان انكم تعملوا البوم في الجاليري حق الصور حقكم في الجوال، فحطوا صور للاشياء اللي انتم متمنينها، الاشياء اللي انتم نفسكم فيها، ممكن تحطوا عبارات تحفزكم
وذي الاشياء. في الجوال نفسه يعني بس نزلوا صور من جوجل وتحطوها في هذا الالبوم، وكل فتره وفتره ترجعوا تفتحوا الالبوم وتشوفوا الصور هذه بس عشان تتذكروا الاهداف حقتكم والاشياء اللي انتم بتسووها. فانا غالبا اسوي ذا الشيء كل شهر او متى ما افتكر. يعني انا حطيت اشياء لدرجه انه مثلا كيف انا حابه اتمكيج، كيف انا حابه انه يكون مثلا ستايلي. هذه الاشياء برضه حطيت يعني كذا حبه، لانه حسيت ان هذا تابع لرؤيتي المستقبليه لذاتي. الحين رابع خطوة هي الخطوة اللي يعني هنا نجي للي هو خبطك تخبطني. لك الحين هذا الشغل من جد. الحين تغيرون ملابسكم لملابس العمل واللبس اللي حتعرقوا فيه واللبس اللي حتوسخوا فيه عشان تبنوا هذه الاهداف حقتكم، تبنوا هذه الحياه اللي انتم تبغوها. زي ما قلت لكم يعني ترى مو ضروري تسووا كل هذه الاشياء في 6 شهور، تقدروا تسووها في سنه اذا انتم حاسين انه مثلا اهدافكم مره كثيره. ما لازم تحطوا لنفسكم فترة زمنية، بس أحس أغلب الناس تحط فترة زمنية عشان تضغط نفسها وتنجز في هذه الفترة. وهذه المرحلة حتطلع منكم مشاعر مختلطة، يعني ممكن تحسوا إنكم مرة مبسوطين، مرة فخورين في نفسكم. تيجي أيام تحسوا إنكم أنتوا يعني خلاص ما أنتوا قادرين تكملوا، يعني تحسوا إنكم يعني ما أنتوا مبسوطين في حياتكم، إن أنتوا مضغوطين، أنتوا تعبانين، تبوا ترتاحوا. وفي هذه الأيام بالذات أحس إنه إذا حسيتوا إنكم تبوا تاخذوا بريك خذوا بريك، أوكي؟ بس أهم شيء إنكم ترجعوا تكملوا، تخلصوا الشيء اللي نحن بديناه. اوكي، لما توصل لمرحله التنفيذ في شيء مره انا يساعدني، اللي هو انه انا دائما اقسم السنه ل4 اقسام، كل قسم 3 شهور. ودائما اشوف انه اوكي في اول 3 شهور من السنه انا ايش بسوي، ايش الاشياء الضروريه اللي انا بخلصها في هذا الوقت. او مثلا بخلص شيئين وفي نفس الوقت ابى ابني عاده، اللي هو شيء ابى ابنيه في هذا الوقت، انه يكون في الباك جراوند بس ما يكون شيء اساسي انا قاعد اشتغل عليه كل يوم. مثلا هذا الشيء يساعدكم في انكم تركزوا على اهداف معينه وتخلصوها. لانه اذا مثلا عندكم 7 اهداف وتبوا تركزوا في ال7 اهداف وتخلصوها في نفس الوقت كلها مع بعض، حيكون مره متعب، مره مستنزف هذا الشيء. فحاولوا انكم تاخذوا اولوياتكم، الاهداف الاساسيه اللي تبغوا تخلصوها الحين. في اهداف ممكن ما لازم تسويها هذه السنه، ممكن تسويها السنه الجايه، او ممكن انه تكون انا ممكن اكون سويت شيء ثاني يعوضني عن هذا الهدف، فمو ضروري اني اخلصه دحين. فانتوا شوفوا الاشياء الضروريه اللي تبغوا تخلصوها وامسكوها واشتغلوا عليها اول شيء. انا احس انه كل واحد عنده طاقه معينه، انه كمان قدرة تحمل معينة، فانتوا حددوا لنفسكم كمية الاهداف اللي انتوا حابين تشتغلوا عليها، وكمان المدة اللي انتوا حابين تشتغلوا عليها. مو لازم 6 شهور، ممكن سنة، سنة ونص، سنتين، على حسب. وفي اهداف صغيرة ممكن الواحد يشتغل عليهم، يعني انه كذا هدف صغير في نفس الوقت وما يتعب. وفي اهداف كبيره، هذه الاهداف تتطلب منك انه تركز عليها هي فقط. فعشان كذا واحده من الاشياء اللي انا اضطريت اني احطها على الجنب كانت اليوتيوب، لانه كنت عارفه انه الاهداف هذه انا حابه اخلصها وحاقدر اخلصها في الفتره المعينه هذه باذن الله. ولما اخلصها اقدر ارجع لقناتي بطاقه افضل، واقدر ارجع لها من مكان افضل ومن منظور افضل. فحاولوا انكم تسووا اولويات، وانكم كمان تحترموا نفسكم وتحترموا راحتكم. ما تضغطوا على نفسكم مره كثير لدرجه انكم تكرهوا هذه المرحله. يعني احس انه انا سويت هذا الشيء، وهذا يمكن واحده من اغلاطي، انه انا ضغطت على نفسي مره كثير، سويت ديدلاين افتر ديدلاين افتر ديدلاين كذا، وكان كل ما اخلص من شيء يلا اللي بعده، اخلص من شيء يلا اللي بعده. لانه يعني انا حطيت التزامات، انا كلمت ناس، انا وعدت وعود، وكان كل شيء لازم اخلصه قبل عرسي، ولازم اخلصه قبل ما انقل من البيت، ولازم اخلصه قبل ما اسوي مدنيين، ولازم اخلصه قبل عشان قبول الجامعه، عشان لازم عرفت. فكان في انه لازم اخلص قبل، لازم اخلص قبل، لازم اخلص قبل، كان دائما في تاريخ معين. وهذا الشيء نوعا ما استنزف طاقتي بشكل مو طبيعي. يعني لما جاء القبول حقي في الجامعه انا ما قدرت افرح، والله العظيم انبسط بعدين احس شيء ثاني يهبط السعاده، اللي هو انه مو وقته. فعشان كذا احس انه الافضل ان الواحد ما يضغط نفسه بزياده ويحط نفسه في مكان يعني يصير مضغوط لدرجه انه ما يقدر يستمتع بالنجاح اللي هو قاعد يعني، او الانجازات اللي هو قاعد ينجزها، ما يستمتع بالاشياء اللي هو قاعد يغيرها في نفسه. فحاولوا انكم تشوفوا طاقتكم وقدرتكم، ويعني تكونوا رحيمين على نفسكم، ما تسووا شيء فوق طاقتكم او انه شيء يستنزفكم. ممكن تسووا شيء تتحدوا فيه نفسكم، بس ما يوصل لمرحله انكم تستنزفوا ويصير ما عندكم طاقه حتى تفرحوا. زي ما قلت لكم انه الفتره اللي فاتت انجزت فيها اشياء مره كثيره في فتره مره قصيره، لكن الطريقه اللي انا سويت فيها هذا الموضوع كانت شويه غير واقعيه. يعني مثلا انا كان عندي دوام، كنت اشتغل من الساعه يمكن كم كان، اطلع الساعه 8 الصبح وارجع البيت يمكن الساعه 6 العصر او المغرب. يعني في نفس الوقت كنت قاعده ادرس للرخصه، والناس اللي طلعت رخصه في السويد يعرفوا قد ايش الموضوع هذا مستنزف ماديا ومعنويا. وفي نفس الوقت كمان كنت قاعدة أدرس كمان للكورسات حقت الجامعة ودي الأشياء. بعدين رحت سويت لكم اختبار قدرات في رمضان، أوكي، في رمضان
والله العظيم في رمضان يا جماعه. وفي نفس الوقت انا كنت قاعده اسوي فيه كل ذي الاشياء كنت كمان قاعده اخطط العرس. اوكي، ما نقلت مرتين، وتعرفوا كيف النقل من بيت لبيت جدا 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 متعب نفسيا حتى. بس خلوكم من نقل من بيت لبيت، نقل من منطقه لمنطقه وبعدين من منطقه لمنطقه ثانيه. فانا ما اعرف كنت ايش قاعده اسوي. يعني كل اي احد يقول انا حسوي زي كذا يطالعون في اللي هو انت من جدك، يعني انه كثير هذا الشيء تسوي في نفس الوقت. لانه احس كل الناس اللي نسمعهم يقول لك انه عشان تنجح لازم تتعب، عشان توصل لازم تسوي وتفعل بربا. بس احس انه take it easy وخطط صح. فزي ما قلت لكم من كثر ما ضغطت نفسي في هذيك الفترة صار ما فيني حتى حيل أو طاقة إني أفرح. يعني لما يصير شيء حلو، يعني مثلا لما شفت ماما وجات ويعني شفتها في المطار، حسيت إنه كان في فرحة مرة كبيرة في قلبي ما قدرت تطلع. وأكثر شيء خلاني أرجع أفكر مرتين وأقول إنه مش عارفة إذا هذه التجربة كانت كويسة او لا. من كثر ما انا كان عندي اشياء مره مشغوله اسويها، انا ما استوعبت انه عرسي قرب او انه يعني عندي عرس الا قبل عرسي ب3 اسابيع. في اخر لحظه كان في اشياء كنت حابه اني اسويها في العرس كنسلتها، قلت انه مو ضروري مو ضروري مو ضروري مو ضروري. يعني من كثر الضغط صار في اشياء مره كثيره ما تفرق معايا. والعرس كمان جاء في وقت كان الاقامه حقتي قاعده تتجدد، جواز سفري منتهي، فما لحقنا انه نروح مثلا شهر عسل. وفي نفس الوقت بعد العرس بشهر اللي هو حرفيا بعد تقريبا اسبوعين 3 الجامعه حتبدا، سو يعني لازم نشوف وقت بعد ما الجامعه تبدا انه نقدر نسافر فيه. فايتس تو ماتش في وقت مره قصير. بس على الاقل قبل العرس ب3 شهور كان قعدت وقدرت اني اخطط لهذا العرس بكل حب. بس ما اكذب عليكم في العرس نفسه انا ويوسف اقسم بالله كفليناها. يعني رقصنا اقسم بالله كاننا مجانين. امي حتى قاعده تقول انتوا عيالكم لازم احد كبير يربيهم لكم لانه كاننا بزران. بس كيف انبسطنا، كيف رقصنا، اصحابنا ما قصروا، مره فرحنا فيهم، فرحنا في اهلنا والناس اللي حواليننا. فحس اني يعني قدرنا نفرح من قلب من جد في العرس. يعني فرحنا من كل قلبنا. فالحمد لله هذا كان شيء إيجابي. الشيء المهم اللي أبغى أقوله هو إنه لا يعميكم الهدف عن الرحلة نفسها، وإنكم تستمتعوا بالرحلة وتفاصيل الرحلة. وإيش ما يكون ما يسوى إنكم تضغطوا نفسكم لدرجة إنه تفقدوا الشغف وإنه تفقدوا المتعة في الأشياء. وهذا شيء مو كويس، هذا شيء بالعكس توكسيك. وأحس كثير ناس تقولك إنه اضغط على نفسك، you have to hustle, you have to grind. بس no you don't. بالعكس يعني you have to enjoy the life اللي ربنا عطاك إياها. انبسط في الحياة ربنا عطاك إياها. حتى لو إنه الدنيا مشقلبة وتعبانة، مستقبل مجهول، أليست أنت تعرف اليوم كيف حيكون، أو أليست تعرف اللحظة اللي أنت فيها الآن كيف شكلها. فأنا أحس إني يعني هذا الضغط اللي انضغطته ولد زي ردة فعل عكسية، وخلاني أحس إنه طول الوقت أنا اقول لنفسي لا ما حبخل على نفسي بشيء، انا لازم اعيش. يعني هذه الفتره صاير عندي هذا الشيء اللي هو انه انا لازم اعيش. واحس انه يعني انت مين قال لك ما كنت عايشه؟ بس احس في 6 شهور اللي فاتت انا ما كنت عايشه صراحه مره كثير. يعني ما كنت اوكي اطلع واروح واجي، بس ما كنت حتى اقابل اصحابي كثير، ما كنت اسوي ذي الاشياء كثير لانه كنت مره مركزه على الاهداف حقتي. اكثر شيء يمكن انا لما اقول بعيش ابى اعيش تفاصيل عرسي ثاني مره، بس هذا الشيء ما حيرجع، فما اقدر اني اتحلطم عليه. بس انه انا مبسوطه انه انا نفس العرس قدرت استمتع فيه، اني انا انبسطت انه كنت حوالين اهلي وناسي واصحابي، وانه انا تزوجت بني ادم يعني من ذهب والله العظيم الحمد لله. وربي يرزقكم كلكم شركاء كويسين، اولاد حلال وبنات حلال يساعدوكم انكم تكونوا نسخ افضل من ذاتكم. فمره مهم انه ننتبه على الطريقه اللي احنا نعامل فيها نفسنا في هذا الوقت، وانه ما نضغط على نفسنا او ننجز اهدافنا على حساب نفسنا، وعلى حساب كمان صحتنا النفسيه. تعرف هذه المقوله حقت الاباء والامهات المشهوره، لو خلى المكيف يرتاح ويطفي المكيف يرتاح، انتوا ليه ما ترتاحوا؟ والله العظيم. فاذا ما ارتاحوا الموتورات تخرب، صح؟ فنحن برضو اذا ما ارتحنا موتوراتنا تخرب وما نقدر نشتغل او ننجز بنفس الكفاءه او بنفس الاداء. كمان نقطه برا على السريع، يعني الاهداف حقتكم لما تسووها، لما تخططوا لهذه الاشياء، لا تقعدوا تحكوا لكل الناس عنها، ولا تقعدوا تقولوا لاي احد. يعني خلوها بينكم وبين نفسكم، لانه احس اذا قلتوا للناس ممكن احد يقول لكم انه واو تقدها وقدود، واو هذا هدف مره حلو، ويعطوكم احساس يعني تفرحوا بفرحه الانجاز قبل ما تنجزوا اصلا. فالافضل انكم تخلوا اهدافكم لنفسكم، تقولوا للناس اللي ممكن تساعدكم، او الناس اللي مثلا في المجال اللي انتم تبغوا تبدوا فيه، او هذه الاشياء. او كمان تقولوا للناس اللي مثلا ممكن يذكروكم، ممكن احد ثاني يكون عنده نفس الاهداف حقتكم. فاذا انتم تبغوا احد، الشيء اللي تقدروا
تسووه انكم مثلا تحت في التعليقات تكتبوا تعليق وتشوفوا اذا في ناس ثانيين حابين انه كمان يبدوا رحله تغيير، ممكن تصيروا اصحاب انتوا هذا الشخص، او انكم برضو تكتبوا تحت في التعليقات وكل فتره ترجعوا وتكتبوا الاشياء اللي انجزتوها والاشياء هذه، لانه احس اذا كتبتوا شيء في التعليقات الناس ممكن تذكركم تقول لكم ها كيف صارت الامور، ها قدرتوا ولا لا، ها خلصت ولا لا. فسووا هذا الشيء تحت في التعليقات. في الختام يا جماعه انا مره احبكم، مره وحشتوني الفتره اللي فاتت، وانا مره يعني متاسفه لانه انا ما كتبت لكم، ما قلت لكم اي شيء انه انا وين رايحه وين جايه، لانه والله طول هذه الفتره كنت قاعده افكر انه لا انا حرجع قريب، انا عندي فيديو قاعده امنتج وابدا امنتج الفيديو بس يطلع لي مليون شغله واتكاسل او انه انشغل فيها او اخليها اولويه اكثر. مره شكرا لصبركم ومره شكرا لحبكم ولعطائكم، واتمنى لكم رحله تغيير سعيده. انتبهوا على نفسكم زي ما قلت لكم، وافوني تحت في التعليقات بالمستجدات، واتمنى ان هذا الفيديو يساعدكم وينفعكم، واذا ساعدكم حاولوا تساعدوا احد ثاني. اوكي، مره احبكم، انتبهوا على نفسكم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.